توتر ما قبل الدورة الشهرية أو Premenstrual Tension Syndrome. بتجيلي عيانة بنت أو سيدة متزوجة تقول لي أنا الفترة ما قبل الدورة دي بقعد لي بتاع أسبوع 10 أيام أسبوعين في حالة مش طبيعية، أنا في حالة توتر، قلق، مزاجي وحش، صداع، نومي مش مستقر، ممكن يكون نوم متقطع، ممكن يجيلي كوابيس، بحس إن جسمي بيتقل كأن جسمي بيحبس مية، إلى جانب إنه في مشاكل في الهضم، المزاج متقلب، أشياء كتيرة بتشتكي منها السيدة أو البنت في الفترة دي. ده موجود ليه اسم علمي، يعني هو ليه اسم علمي اللي هو Premenstrual Tension Syndrome أو التوتر ما قبل الدورة الشهرية، وهو من أسبابه التغيرات الهرمونية اللي بتحصل في الفترة دي. فممكن بالفعل البنت أو السيدة في الفترة دي يكون عندها معاناة حقيقية بتأثر على 20 ل 40% من البنات والسيدات، ولابد ان احنا نعترف بده. صحيح ان الأعراض دي بتختلف من واحدة للتانية، في واحدة الأمور عندها ما بتوصلش لدرجة انه يكون الموضوع بيتعارض مع حياتها اليومية ومع أدائها سواء في بيتها أو في عملها، وفي واحدة بتيجي تقول لي أنا مش عارفة أشتغل، أنا عندي مشاكل في البيت في الفترة دي بشكل غير طبيعي، وبالتالي هي محتاجة مساعدة طبية. في أدوية ممكن نكتبها في الفترة دي، وفي نصائح معينة ممكن نعطيها للبنت أو للسيدة اللي بتشتكي من الموضوع ده، بحيث إن هي تستطيع انها تحتمل الفترة دي وتمر عليها بأمان، خاصة ان الموضوع بيبقى متكرر بشكل شهري، فبالتالي محتاجة ان حد يساعدها.